السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض حل نماذج ملحق كتاب المعاصر المجانية 15 نموذج لسه نازلين حالا. النماذج ديت غير الامتحانات بتاع الإدارات أو المحافظات اللي موجودة في كتاب المراجعة. هنحل بالطريقة المعتادة بتاعتنا اللي أنتوا بتفضلوها، بنقول كل الأسئلة، بنقول معاني كلمات، بنقول السبب بتاع الحل، وبنستشهد بسكرينات خاصة بالجرامر اللي موجود في الامتحان اللي احنا بنحله. يبقى أنت بتراجع وبتحل في نفس الوقت، وبنعلق على كل التريكات اللي موجودة في الامتحان، وبنتعرف على أسهل طريقة نحل بيها سؤال الترجمة الاختياري بطريقة مبسطة جدا، وكمان سؤال المقال، وهنعرف ازاي نحل المقال بطريقة بسيطة جدا مع ملفات بي دي اف هدية فيها مقدمات وخاتمات بتناسب كل الموضوعات، وكمان معنا ملف بي دي اف للمقال بتاع الامتحان اللي احنا بنحله ومترجم كمان عشان اوفر عليك وقت، بحيث ممكن تستعين بيه في افكار تساعدك في الكتابة. واحلى حاجة في النماذج انها طبعا جاية مطابقة لاخر مواصفات، فيها اسئلة القصة، اسئلة تفكير نقدي. ممكن تحمل ملف النماذج ديت بتاع المعاصر، موجوده في الوصف اسفل الفيديو، وكل الملفات اللي قلت لك عليها هتلاقيها موجوده في الوصف ولينكات الفيديوهات اللي فاتت. نبدا مع بعض. اول سؤال، طبعا اول سؤال هنا عندنا في الامتحان، اختار اجابتين من خمسه. choose the two correct answers out of the five options given. number one, can you repeat your question in other words. واحد بيقول للتاني، هل ممكن تكرر او تعيد السؤال بتاعك بكلمات اخرى. it's not clear، ليس واضح. The antonyms of clear are، أنا عايز بقى المضادات بتاعت كلمة clear اللي هي واضح. طبعا أول حاجة هتبقى ambiguous يعني غامض، طبعا obvious واضح مش هتنفع، vague غامض برضو تمام، bright لامع، cloudy يعني مغيم، طبعا letter A و letter C. Number two, a good leader should have some qualities as being. القائد الجيد يجب ان هو يبقى عنده بعض الصفات، زي كونه ايه يا ترى؟ الاكستريمست طبعا يعناها اللي هو متعصب او متطرف، او fair عادل، violent شرير، wise حكيم، stubborn عنيد. طبعا واضحة جدا، هتبقى كلمة fair يعني عادل، وكلمة wise يعني حكيم او عاقل. بعد كده اختار إجابة من أربعة. نمبر 1، this party is boring. الحفلة ديت مملة. we a good time. الحفلة دي مملة، فبالتالي احنا بنقضي، يعني لا نقضي وقت جيد. خلي بالك المعنى كله منفي، بس يا ترى هقول don't have ولا aren't having، didn't have، hadn't had. مبدئيا مش هينفع اقول hadn't had ولا didn't have عشان ده حدث في الماضي. طب اقول don't have ولا aren't having؟ هو بدأ قال لي هنا this party، هذه الحفلة مملة، اذا بيتكلم على حدث بيتم دلوقتي، فبالتالي هنقول aren't having. يبقى هنا this party is boring، هذه الحفلة مملة. we aren't having a good time، نحن لا نقضي الآن وقت ايه؟ وقت ممتع او وقت جيد. حد يقول لي يا مستر having اصلا غلط، لان have لا يضاف لها ان جي. كلامك مظبوط لو كانت have معناها يمتلك، لكن هنا have جايه مع كلمة time معناها spending time. Number two, children like listening to and reading. الأطفال طبعا بيحبوا الاستماع إلى وريدنج إيه؟ letter A locks اللي هو طبعا جمع قفل أقفال، أو ممكن أقول عليها تأمين. rhymes اللي هي طبعا القافية أو السجع. rhythms اللي هي الإيقاعات، ولا gravels اللي هي الحصى. طبعا letter B rhymes. الأطفال بيحبوا يسمعهم، اللي هي القافية والسجع، وكمان يحبوا يقرأوه في الشعر. Number three, I my computer very often. يا ترى اقول I'm not using، am not used، doesn't use، don't use. مبدئيا كلمة very often معناها ايه؟ معناها يعني في كثير من الأحيان، فبالتالي أنا بتكلم هنا على present simple tense مضارع بسيط. يبقى طبعا الجملة الصح هتبقى letter D don't use. يا مستر طب ليه ما قلتش I am not using؟ لو كان قال I am not using my computer كان ممكن يقول at the moment أو now. Number four, there is space، في هنا نقط، S sound in the word city. خلي بالك وانت بتقول كلمة city، شايف نطق اللي هي الاس ديت؟ يا ترى اقول قبل الحرف الاس ده ولا ان ولا ذا ولا نو ارتكل؟ وزي ما قلت لكم في المقدمة بتاع الفيديو، هنستشهد بسكرينات خاصة بالجرامر. هنرجع للوحدة الرابعة بتاعتنا صفحة 199، لما كنا بنتكلم على الديفينيت ارتكلز والانديفينيت ارتكلز، وقلنا الفرق بين وان لما استخدمهم. طبعا ممكن توقف السكرينة وتقرأ الحاجات دي كلها براحتك، بس انا هحاول اركز على النقطه اللي تهمنا.
طبعا الفرق بين وان، بنستخدم طبعا قبل اسم مفرد معدود يبدأ بصوت ساكن وليس حرف ساكن اسمه صوت ساكن، a table a house a boy وهكذا. كمان بنجيب قبل اسم مفرد معدود يبدأ بالحروف EW EU U عندما تنطق كحرف واي، زي مثلا a university a uniform وهكذا. بنستخدم قبل اسم معدود مفرد يبدأ بصوت متحرك، an apple an egg an orange an eagle وهكذا. تمام. بنستخدم قبل اسم مفرد معدود يبدأ بحرف ساكن لا ينطق يلي صوت متحرك، زي الكلمتين المشهورين كلمة hour وكلمة honest. أقول an hour an honest man an honest person. ركز بقى، يمكن استخدام أو أن قبل اسم معدود مفرد لإعطاء تعريف للكلمات، زي كلمة A doctor is someone who works in a hospital to help and treat patients. يبقى أنا لما بعمل تعريف بجيب قبل الكلمة اللي بعرفها. النقطة السادسة بقى ورقم 7 دول مهمين جدا. قبل الاختصارات التي تنطق كحروف منفصلة بنستخدم أو آن حسب بداية نطق الحرف. يعني إيه؟ My friend sent an SMS. وأنا بقول حرف الاس طلع مني صوتي أو أول حاجة قلتها إذا ده صوت متحرك، فبالتالي جبت آن. There is an M letter in the word. برضو نفس الكلام، بداية حرف الام وانا بنطقه صوت متحرك. امال لو قلت مثلا اختصار مثلا زي DVD، طبعا هنا اقول DVD وليس ان DVD. خلي بالكم من الحاجات دي. قبل كلمة one كصفة بنستخدم لأن one تبدأ بصوت ساكن ينطق مثل W. I found a $1 banknote on the floor. This is a one way street. طريق ذو اتجاه واحد. لما نرجع للسؤال بتاعنا يبقى there is كده بقت واضحة. And a sound in the word city. Number 5. I was made not a fine for not wearing the seat belt. أجل أن تم إجبار إن أنا أدفع غرامة. كلمة فاين معناها غرامة، عشان طبعا عدم ارتدائي حزام الأمان. يا ترى أقول pay paying to pay bail. طبعا ديت كانت موجودة، مش موجودة في الجرامر الأساسي بتاع المنهج، موجودة في الجراماتيكال هنتس اللي في آخر كل وحدة صفحة 150 الوحدة الثالثة. لما كنا بنتكلم على استخدام make لما بيجي بعدها مفعول، لما بجيب بعد make مفعول عندي حاجة من الاتنين، يجيب مصدر يجيب صفة. خلي بالك، طبعا ممكن يكون معناها يجعل، فاقول مثلا لما اجيب فاعل ميك بجيب مفعول اجيب صفه، او مفعول اجيب فيرب تو بي اجيب ميد وصفه. ركز في المعنيين او المثالين يعني. Sam's birth made them happy. ميلاد او مولد سما جعلهم او خلاهم سعداء، جاب هنا صفه. They were made happy لما جابها مبني مجهول جاب قبل كلمه make خلاها طبعا made وجاب were by Sam's birth. صيغه تانية ممكن اقول فاعل ميك مفعول مصدر، او مفعول بي ميد واجيب تو المصدر، ودي صيغه المجهول بتاعتها. لما اقول I make احمد water the flowers. انا جعلت احمد يسقي الزهور. طب عايز اجيبها مبني مجهول، احمد مفعول، قلت احمد is made to water the flowers. لما نرجع للسؤال بتاعنا، طبعا ده مبني مجهول عشان جاب لي was made، يبقى I was made زي ما قلنا to pay. تمام، لان لما بيجيب لي فعل بيجيبه مصدر في المبني المجهول بقول to المصدر. Number 6. Have you sent all the invitations? نقط. That's so fast. هو انت ارسلت الدعوات كلها؟ ده انت سريع جدا. Already just yet ever. طبعا بيحصل عندنا لخبطه بين كلمه already و yet. طبعا just غلط هنا وايفر غلط عشان المعنى، واستخدامه هنا خطأ كمان. طب يا ترى already ولا yet؟ نرجع بقى للسكرينه بتاعتنا في الوحده الثالثه صفحه 131 لما كنا بنتكلم على المضارع التام. لما كنا بنتكلم على زمن المضارع التام the present perfect tense، وقلنا بيكون من هذا أو في التصريف الثالث، ويعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر، أو حدث تم في الماضي وله أثر في الوقت الحاضر. وقلنا ظروف الزمنية بستخدمها ازاي، زي كلمة just already never ever. قلنا دي الأربعة دول بيجوا في مكان واحد بين الفعل المساعد اللي هو has أو have وقبل التصريف التالي. مثلا My uncle had just arrived at the airport. يعني عمي لسه واصل حالا من المطار. just جاي فين؟ في النص. I have never seen a real fox. عمري أبدا ما شفت ثعلب حقيقي. This is the tallest tree I have ever seen. ده أطول شجرة أنا شفتها في حياتي. Have you ever traveled abroad? هل سبق لك إن سافرت قبل كده في الخارج؟ ركز في already بقى هنا بقى. I have already passed
the driving test. أنا بالفعل نجحت في اختبار القيادة. اوريدي جت بين هاز وهاف تصريف ثالث ولها مكان تاني في الآخر بشكلين. لما أقول I have passed the driving test already نفس المعنى. وممكن لو كتبت لك مثال عشان اوضح لك الكلام ده برضه. have you finished your homework already you are quick. وقلنا قبل كده ان لما يجيب لي الصيغه ديت معناها دي صيغه تعجب. ليه؟ هو طبعا بما قال له هل انت بالفعل انتهيت من عمل واجب، هو بيقول له بالفعل لانه كان متوقع انه ما يكونش خلص. فلما خلص قال له ايه؟ you are quick، ده انت سريع جدا. لكن لو استخدم لي ديت هنا بتعبر عن ايه؟ ان حدث يعني لم يتم حتى الان ويتوقع حدوثه قريبا. بس اوريدي هنا العكس، هو خلص قبل الوقت المتوقع للانتهاء من العمل بتاعه، عشان كده في تعجب ودهشة. لما نرجع لسؤالنا واضحة جدا بقى، يبقى ايه؟ يبقى already. Number 7. The teacher wrote the names of the winning students on the. المدرس كتب اسماء الطلاب الفائزون on the على ايه؟ يا ترى اقول chat broad. طبعا chat broad يعني دردشة في مجال واسع، يعني ناس كتير بتعمل دردشة مع بعضها. نوتيس بورد لوحة الإعلانات. جارد روم الحجرة أو الغرفة بتاع الحرس أو الحارس. تشينجينج روم غرفة تغيير الملابس. طبعا هتبقى إيه؟ نوتيس بورد لوحة الإعلانات. نمبر 8 or an. نقاط is someone who hurts or frightens someone. ده شخص بيؤذي أو بيخيف شخص آخر who is smaller أصغر منه or less powerful than them أو أقل في القوة منه. طبعا ده مين؟ طبعا بولي اللي هو إيه؟ اللي هو المتنمر أو البلطجي. طبعا ما ينفعش أقول بيولوجيست عالم أحياء، expert خبير، archaeologist عالم اللي هو خاص بالآثار يعني عالم آثار. طبعا ما ينفعوش. نمبر 9. The not between smoking and cancer is very clear. يقول لك ايه بين السرطان والتدخين؟ واضح جدا. اطراء الكونكشن اتصال وارتباط، disconnection انقطاع، donation تبرع، transplant اللي هو نقل الاعضاء. طبعا واضحه جدا. لتر ايه؟ connection في اتصال وعلاقه بين التدخين والسرطان. نمبر 10. The strict diet he follows. عايز اقول لك نظام الغذاء الصارم اللي هو بيتبعه makes him go جعله يبقى ايه؟ healthy صحي. ازاي نظام قارس يبقى صحي؟ powerful قوي، pale شاحب، strong قوي. طبعا واضحه. go pale يعني يجعل وجهه شاحبا. نمبر 11. Do you know the most enormous animal on land؟ هل تعرف اضخم حيوان على كوكب الارض؟ Another word for enormous in this question is. كلمة أخرى لكلمة enormous عايز مرادف لها يعني. هل هتبقى passive سلبي، gigantic اللي هو ضخم جدا، positive إيجابي، fantastic رائع. طبعا هتبقى letter B gigantic ضخم. ننتقل بعد كده لسؤال comprehension قطعة الفهم. وقلنا لما أجي أحل قطعة الفهم بحلها بأكتر من طريقة وبستخدم حاجة اسمها skim and scan. skim معناها قراءة عابرة، scan معناها تدقيق وبتفحص على معلومة معينة وتبحث عنها، بس ديت بتبقى بعد ما تقرأ الأسئلة. يبقى أول مرة بقرأ القطعة كلها أفهمها كويس، أقرأ الأسئلة وأرجع أعمل سكان عشان أوصل للإجابة اللي أنا عاوزها. نشوف كده. A friend of mine once had an amusing experience on a bus. أحد أصدقائي ذات مرة كان عنده يعني إيه تجربة كده مر بيها مسلية أو في الأتوبيس. تجربة ظريفة يعني. He very rarely travels by bus. هو نادرا لما يسافر بالأتوبيس. Because he has been driving his own car for many years. لأنه طبعا هو بيقود السيارة بتاعته بقاله سنوات عديدة. But it so happened that his car broke down near his home. لكن حصل إن السيارة بتاعته تعطلت بالقرب من منزله. He was going to buy a fridge. كان رايح عشان يشتري ثلاجة. After he had taken out of the bank 5,000 pounds. بعد ما خد بالبنك 5000 جنيه. طبعا اعتقد ان الفقرة والقطعة دي قديمة لان 5000 جنيه ما يعملوش حاجة دلوقتي. يبقى ب 25,000 وانت طالع. هنقول 25,000 pounds مثلا. And could cover the price of the set. وتقريبا المبلغ اللي خده ده هيغطي سعر الايه الثلاجة اللي هو هيجيبها في الوقت ده. طبعا set هنا معناها جهاز. He put the money in an envelope in one of his pockets. طبعا وضع الايه المال في طبعا ظرف وحطه في الجيب بتاعه. And got on a bus وركب الاتوبيس. He met an old friend on the bus. طبعا قابل احد اصدقائه القدامى في الاتوبيس. And had a conversation with him. وطبعا دار بينهم حوار. Unconsciously every now and then he put his hand on his pocket to make sure
يعني بطريقه غير واعيه، يعني بدون وعي، دايما بين الحين والاخر كل شويه يحط ايده فين في جيبه عشان يتاكد ان ايه بقى that the envelope was still there، ان الظرف ما زال موجود في جيبه ما اتسرقش يعني. but suddenly لكن فجاه he felt it had gone، بس فجاه شعر ان هو ايه يعني اتسرق. he looked at the faces of the people around him، قعد يبص له ايه وشوش الناس اللي حواليه يعني. but couldn't know which was the thief، لكن ما قدرش يعرف فين اللص فيهم. he didn't lose his nerve، طبعا لم يفقد أعصابه، كان هادي خالص. and with a smile، وابتسامة said to his friend، قال لصديقه اللي بيتكلم معاه ايه a foolish thief has taken from my pocket an envelope، في لص، وطبعا بيعلي صوته، في لص غبي أحمق خد ظرف من الجيب بتاعي which is full of a newspaper أو newspaper cuttings، مليان بقصايص ايه جرايد about a subject، عن موضوع أنا شغال عليه. مثلا I'm going to write an article، أنا هكتب مقال for my paper للجريدة بتاعتي. I think the fool thought it was full of money، أعتقد إن الأحمق ده اعتقد إن الظرف مليء بالمال. Everybody heard what he said، كل الناس طبعا سمعت صوته وهو بيتكلم. and the man looked down and saw his envelope under the feet of the passengers، وبعد شوية بص لقى الإيه الظرف مرمي تحت أقدام الركاب. he picked it، شال الظرف as he was anxious to count the money in it، وقلقان إنه عايز يعرف عدد الفلوس يعني نقصت ولا لأ. he left the bus the next stop، غادر الأتوبيس المحطة التالية. he was happy to find all the 5000 pounds in the envelope، كان سعيد إنه وجد كل ال 5000 جنيه موجودين في الظرف. نشوف أول سؤال. the writer's friend pretended to be a، صديق الكاتب ادعى تو بي ايه، ادعى ان هو ايه يا ترى؟ الباص درايفر، جورناليست، بوليس مان، ثيف. احنا قلنا طبعا ايه ادعى ان هو ايه صحفي، لان بقول لك الظرف فيه قصايص هكتب مقال في الجريده. نمبر 2 the thief threw the envelope on the bus floor because، اللص رمى الظرف في الاتوبيس او في ارضيه الاتوبيس ليه؟ طبعا هنا هو تم خداعه. he was tricked into believing that it had no money، يعني هو تم خداعه ان اعتقد ان ليس في الظرف اي مال. طبعا مش هينفع اقول سي، لان سي هو تم خداعه ان الظرف لا يحتوي على قصاصات الصحف، هو ما كانش عايز يسرق القصاصات بتاع الصحف. تمام، بالتالي بي هي اللي صح. نمبر 3 the writer's friend had his money back، صديق الكاتب يعني استرد المال بتاعه ليه؟ طبعا لانه اصل اللي عمله كله because he behaved wisely، اتصرف بعقلانية وحكمة. نمبر 4 the thief was really، اللص فعلا ايه ده هبل جدا طبعا ايه foolish احمق وغبي. نمبر 5 the underlined sentence، الجملة اللي تحتها خط he didn't lose his nerve، احنا قلنا معناها ايه لم يفقد اعصابه which is mentioned in the passage means most likely that، تقريبا يعني معناها قريب من ايه؟ طبعا هتبقى قريبة من ايه the writer's friend stayed calm، ولا the writer's friend became nervous، ولا the writer's friend became furious غضبان جدا، ولا the writer's friend stayed tensioned أصبح متوتر أو ما زال متوتر. طبعا أول واحدة letter A the writer's friend stayed calm، إن صديق الكاتب يعني حافظ على نفسه وأصبح هادئ. Number 6 after the writer's friend found the envelope، بعد صديق الكاتب ما وجد الظرف he was not to count the money in it، كان إيه طبعا؟ يبقى المفروض اقول هي واز يا ترى الوايز وارد انتليجنت فولش، ما جابش ولا كلمه من دول في القطعه، بس جاب في القطعه انكشس كان قلقان، يبقى ايه؟ يبقى لتر بي وارد. نمبر 7 the word rarely can be replaced by، كلمه rarely ممكن استبدلها بايه؟ طبعا seldom، لان rarely معناها نادرا وseldom معناها برضو نادرا. نيجي بعد كده نحل سؤال الترانسليشن الترجمه، وقلنا الترجمه الاختياري معظمنا بيستسهلها ويقول ده سهله جدا ما فيهاش مشكله، لكن في تريكات ممكن تخدعنا ونقع فيها. وكلمنا قبل كده على الترجمه بطريقه مبسطه جدا في الفيديو الاولاني اللي هو موديل 1 في كتاب المراجعه، الرابط بتاعه موجود في الوصف اسفل الفيديو، اللي هو كان امتحان محافظه القاهره في الدقيقه 20 في الفيديو. اضغط على اللينك وادخل على الفيديو وشوف من الدقيقه 20 حوالي 5 دقائق كده بشرح لك فيها ملخص الترجمه الاختياري. تمام، افترض انك وقفت الفيديو وشفت الفيديو التاني ورجعت لي تاني عشان تكمل معايا. نشوف كده وانت بتترجم زي ما قلنا استبعد الاجابه الخطا، وكمان قسم الترجمه بتاعتك عشان ما تسرحش في الترجمه. Everybody should have a goal in their life. It's also important to do our best to achieve our goals. نشوف اول حاجه، يجب
أن يكون لكل شخص هدف في حياته. تمام. وهي مهمة أيضا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا. طب هو بيقول لك هنا it's also important to do. يبقى هنا وهي مهمة. إيه اللي هي مهمة؟ مش عايدة على حاجة، فبالتالي كلمة مهمة دي غلط. يجب أن يكون لكل شخص مرمى في حياته. هي كلمة جول مش معناها مرمى هنا، معناها هدف، فدي غلط. يجب أن يكون لكل شخص هدف في حياته، وأعتقد دي ماشية صح. كمل. ومن المهم أيضا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا. أعتقد دي صح. يجب أن يكون لكل شخص هدف في حياته، ومن المهم فقط، لا، دي اسمها أيضا. إذا دي الأخطاء اللي موجودة في الجمل اللي عندنا، يبقى إجابتنا فعلا letter C. تمام. الترجمة الثانية، اختار الترجمة الإنجليزي الصح. لعلك تعلم أن المال وحده لا يمكن أن يجعل الإنسان سعيدا، فكل من السعادة والصحة مثلا لا يمكن شراؤهما بالمال. نشوف واحدة واحدة. You may know that money alone can't make a person happy. هناخد لحد هنا ونشوف الجمل التانية. You know that money alone. You know هو قال هنا لعلك تعلم، فبالتالي ما قالش هنا may، يبقى no هنا غلط. طب الجملة الثالثة letter C. You may know that money alone can't make a person happily. هو happy ولا happily؟ لا طبعا مش بسعادة، معناها سعادة بس أو سعيد بس. letter D. You may know that money alone can't make a person happy. هو هنا ديت صح. طب نشوف بقى كده، فاضل عندنا A و D. الجزء الثاني من الجملة. For example, both happiness and health can't be bought with money. الثانية for example, all happiness and health. هي كلمة فكلا من مقصود بها both and، فبالتالي هنا كلمة all غلط. يبقى الإجابة الصح عندنا فعلا letter A. يبقى أنت لازم تتأكد إجابتك وتشوف الفرق بين الجمل وبتركز، عشان في أوقات في كلمات متشابهة في السبيلنج أو كمان قريبة في المعنى. جه دلوقتي دورنا مع حل القصه بتاعتنا تريجر ايلاند، جزيره الكنز. وقلنا الملف اللي هتحملوه فيه جزء ملخص للايه القصه بتاعتنا ومترجم كمان. نشوف اول سؤال. What do you think of what the captain gave the inn owner؟ يا ترى في رايك، يعني ما رايك في ايه what the captain gave اللي الكابتن اعطاه لذا inn owner اللي هو مالك الحانه، اللي هو والد مين؟ والد جيم. وطبعا فاكرين الكابتن لما قلنا عليه ان اولد سيلور ابايريت، كان قرصان. وطبعا اما راح طبعا عشان يقيم في ادميرال بيمبو اللي هي الحانه اللي قاعد فيها، الفندق الصغير اللي قاعد فيه ده. وكمان كان مظهره زي ما انتم فاكرين، كان مظهره متبهدل قوي، وكان فيه سكار بتاع ضربه سكينه او حاجه زي كده. وكان كمان طبعا كان عنده الخريطه السريه بتاع الكنز. ممكن نقول he gave him 3 or 4 gold coins. اداله 3 او 4 عملات ذهبيه. I think it was not enough to pay for his long stay there. واعتقد ان طبعا دول مش كفايه ان هو هيقعد فتره طويله عندهم. شوف السؤال الثاني. If you were Mr. Trelawney, would you tell the crew؟ هل كنت هتخبر الطاقم about the treasure، عن الكنز؟ why and why not؟ فاكرين مستر تريلوني اللي هو قلنا عليه الايه لوكال نوبل مان، كان رجل نبيل. فاكرين هو he arranges the voyage، كان بيرتب رحله to the island to find the treasure. هو اللي كان بيرتب الرحله عشان يروحوا يكتشفوا الكنز. وطبعا قلنا ان الراجل ده كان راجل عنده ثروه، غني يعني، وكان نوبل مان، راجل ايه نبيل. كمان الراجل ده لو انتوا فاكرين الناس اللي قرأت بقى، احنا قلنا نقرأ القصه بترجمتها والاحداث بتاعتها، كان ايه he was a great shooter. لما كان رامي جيد، يعني بينشن كويس بالبندقيه اللي معاه او السلاح اللي معاه، وكمان كان متحمس جدا للمغامره دي. طب هنا بيقول لنا بقى لو انت مستر تريلوني، هل كنت هتقول للطاقم حاجات عن الكنز؟ طب لو قلت ايوه كنت هتقول لهم هتقول ليه، ولو قلت لا هتقول ليه لا؟ If I were Mr. Trelawney I wouldn't tell the crew about the treasure. ما كنتش اقول لهم حاجه عن الكنز. ليه؟ I would also try to keep it a secret from Long John Silver. كمان كنت هخفي السر ده عن جون سيلفر، فاكرينه؟ طبعا ده كان انضم للسفينه لما جه معاهم في السفينه اللي رايحين يبحثوا عن الكنز. كان جه ايه متنكر في هيئه طاهي، لكن هو كان القائد بتاع متمردين اللي كانوا عايزين يستولوا لما عرفوا ان في كنز. والفولورز بتوعه اللي هم المتمردين اللي كانوا ايه متابعينه who might try to steal it or harm us. اذا انا كده ما كنتش هقول لهم على اي حاجه خاصه بالكنز، ان هم كانوا ممكن يسرقوا الكنز ده ويؤذونا. السؤال الثالث نمبر 3. Why do you think Jim felt afraid of being gone at first؟ في رايك ليه جيم لما هرب طبعا من السفينه، كنا خدنا الكلام ده تقريبا في شابتر 5 او شابتر 6، لما هرب السفينه
وراح للجزيرة كان خايف من بن جان لما قابله ليه؟ وطبعا فاكرين بن جان طبعا ده كان شخص وجده او قابله جيم على الايه الجزيرة. الشخص ده ما قعد فترة 3 سنين ما يكلمش مع اي حد خالص على الجزيرة لان ما قابلش حد يتكلم معاه. he has dirty clothes وطبعا كان عنده ملابس لو انتوا فاكرين متسخة، لونج هير شعره طويل، كان متبهدل برضه لان قعد 3 سنين على الجزيرة. وكمان عرض ان هو يساعد جيم وكمان دكتور ليفزي لو انتوا فاكرين. اذا ممكن اقول هنا ايه؟ جيم felt afraid at first. هو طبعا كان خايف في الاول when he saw something jumping behind a tree. لما شاف شيء بيقفز خلف الشجرة and he didn't know if it was a man or an animal. طبعا ما كانش عارف هل ده رجل ولا حيوان. so he was afraid كان خايف because it looked big and dangerous. كان الشيء ده شكله كبير وخطير عشان كده هو كان خايف. جه دورنا مع آخر سؤال عندنا. write an essay of about 150 words. اكتب مقال 150 كلمة عن ايه؟ The four seasons of the year. الأربع فصول بتوع السنة are characterized by different kinds of weather. طبعا بيتميزوا بأنواع مختلفة من الطقس and activities والأنشطة. Which season is your favorite and why؟ اختار بقى فصل من فصول السنة مفضل عندك وليه. زي ما وعدتك المقال بطريقة مبسطة. جايب لك المقال مقدمة وموضوع وخاتمة بصورة مبسطة جدا وكمان مترجم عشان اوفر عليك وقت. طبعا انا ما بحبش حد يحفظ المقالات، انا عاوزك تقراه، خد منه افكار واكتب باسلوبك، بس طبعا بتراعي مسافات بين الكلمات، ما تغلطش في السبيلنج ولا الجرامر. اول حرف من الجمله كابيتال، اخر الجمله فيه فول ستوب. وطبعا لازم أن تكون الافكار لها علاقه بالموضوع اللي بنتكلم عليه.